احلى سندوتش كفته وحواوشي في مصر. يلا بينا. فقط وحصريا على سبراي فود. احجز مقعدك الآن. سبراي فود، دوري أبطال التحدي. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على سبراي فود، والنهارده معانا بقى ايه؟ اقوى سندوتش كفته وحواوشي في مصر، فمنافسه ما بين اتنين من العمالقه، يعني ايه الاقوياء جدا. منافسه قويه جدا ما بين الاتنين العملاقين اللي معانا النهارده. هو واحد ابتدى الحوار والتاني قلده بس طور في الحوار، فده هيبقى نهائي قوي جدا ما بين طبعا اتنين هتعرفوهم معانا دلوقتي في دوري ابطال الاكل. وطبعا يعني هو طبعا ده هيبقى نهائي، مفيش بقى معانا تصفيات وكده، ده نهائي مبكر، نهائي قوي جدا. هيبقى منافسة قوية ما بين اتنين من العتاولة. طبعا احسن سندوتش كفتة وحواوشي في مصر اللي بيتعاملوا الترند اللي طالع بقاله فترة، بقاله كام سنة. واحد ابتدى الحوار الشغلانة دي، وبعد كده في مطاعم كتير قلدته، في واحد منافس ليه شرس جدا. فيلا ندخل بينا. ومعانا كفتة. طبعا هو اللي ابتدى الموضوع، اللي هو سندوتش كفتة وسندوتش الحواوشي. طبعا ومعانا كمان المنافس بقى للشبيه اللي بيقلده، معانا واحد مشوي. معانا كمان الاتنين نفس الاكياس اصلا، يعني مقلدين بعض في كل حاجة، الباكجينج مختلف بس الاتنين جامدين جدا. طب الطب اتنين بيضربوا في بعض. كفتة اللي ابتدى، بعد كده واحد مشوي طلع. واصلا في مطاعم كتير قلدت كفتة في الحوار، سندوتشات الكفتة والحواوشي. وطبعا المطاعم كمان، المطاعم الكبيرة، المشويات الكبيرة كبابجية قلدوا برضو الحوار ده وعملوه. فهنجرب، ومعانا بعد الحاجات بقى ايه هنجربوها اول مره. وهتبقى المنافسه النهارده احسن سندوتش كفته وحواوشي في مصر ما بين مطعم كفته ومطعم واحد مشوي. فيا ترى مين اللي هيكسب في النهائي القوي جدا في دوري ابطال الاكل على سبراي فود؟ فيلا بينا ونشوف محتويات كل واحد. معانا كفته، نشوفوا كفته الاول. كفته معانا طبعا، جبنا بوكس سندوتشات، الباكجينج حلو طبعا بتاع كفته. ومعانا جبنة شيبسي نجربه. جبنة طبعا الرايب ليمون نعناع. ومعانا طبعا بعض السلطات طبعا. دي كل حاجة معانا. خلي الشيبسي وخلي ده الرايب، مناديل حطيتها معانا، ده لنا جلوفز ماشي. طبعا معانا بوكس، جبنا بوكس 3 سندوتشات من كفتة. البوكس ب185، تختار بقى من كفتة وحواوشي. جبنا 2 كفتة وواحد حواوشي، ده البوكس اللي معانا. وده معانا كفتة. هو بقى الشيبسي بقى ب15، ومعانا الرايب ده ب25، رايب توت ليمون، فطعمه حلو بس صغير جدا يعني، فهنجربوه ده لوحده. معانا بقى واحد مشوي اللي عامل يعني ايه قلبان الفترة ديت وعروض وحاجات. انا طبعا السلطات، قلت لنا سلطات، بس احنا جايبين اصلا اول حاجة جبنا بوكس 4 سندوتشات. هو البوكس عبارة عن 4 سندوتشات. اخترنا كل الأصناف اللي عنده. هو بيقدم كفتة وحواوشي، بيقدم سجق وشيش طاووق ومشويات بجميع أنواعها. فجبنا مشكل، بوكس مشكل. طبعا معانا الكفتة ومعانا الحواوشي اللي هينافس في أول مواجهة، بعد كده نبقى نجرب الحاجات التانية. فده بوكس معانا من 4 سندوتشات ب 220 جنيه، فصفقة كويسة يعني. والباكجينج بتاعه واحد مشوي برضه، باكجينج بتاعه كويس. معانا السلطات، ومعانا حاجات تانية هنجربها في نهاية الحلقة من واحد مشوي. ومعانا الويسكي بتاعه، بس الويسكي ده جاي مع الحاجة التانية الوجبة. نبتدي بكفتة. كفتة أول حاجة هنجرب سندوتش الكفتة عنده. معانا سندوتش الكفتة، صباع كفتة محترم. سندوتش طبعا في العيش اللي بيقول عليه تقريبا عيش الصامول أو عيش حلو طبعا جميل، خصص للسندوتش على قد صباع الكفتة. فنقوله بسم الله. حط طحينة وبصل وبقدونس، الحاجات دي حلوة، عاملة طعم جامد للكفتة بصراحة. هندوق واحد مشوي، ندوق منه عنده الكفتة. واحد مشوي تغليف، واحد مشوي صباع قريب برضو، بس العيش أزيد سنة بطيطة. فندوقه ونقوله بسم الله.
والصباع حلو والكفتة بتاعته حلوة، بس اميل طبعا لكفتة بالنسبة لي احسن. فهنشوف الحواوشي ونحكم ونقول الرأي النهائي. الحواوشي بتاع كفتة، حواوشي الصغير طبعا. الحواوشي ده اسم عيلة طبعا في القاهرة من زمان، هي اللي اخترعت الحواوشي، من كده انتشر الحواوشي ده. الحواوشي ده بيتقال على طبعا اللحمة اللي بتتعمل في عيش بالردة، بيبقى طبعا ده قاهري في اسكندرية ووجه بحري وبعض المحافظات بنعمل العيش بنخبزه جوه عيش. فده حاجة وده حاجة، ده عيش بلحمة وده حواوشي. فده حواوشي طبعا صغير، فندوقه ونقوله بسم الله. الحواوشي بتاع كفتة حلو، ونشوفه حواوشي بتاع واحد مشوي. ده حواوشي واحد مشوي مش متحمص، والعيش مش عارف هو عامل كده ليه بصراحة، عيش فاتح قوي. بس ندوقه ونقوله بسم الله. لحمة مستوية ندوقه. عيش فاتح قوي، التسوية بتاعته فيها حاجة غلط. مفيش حواوشي بيبقى بالشكل ده خالص، فاتح قوي كده يعني. مستغرب. هكسب مين بقى؟ هكسب كفتة، احسن سندوتش كفتة وحواوشي في مصر. طبعا يعني هما الاتنين متقاربين في الاسعار، بس انا بالنسبة لي الطعم النهاردة اللي انا جربته وانتوا شايفين، طعم الكفتة بالنسبة لي احسن من طعم واحد مشوي. والحواوشي طبعا شفنا الفرق واضح، حواوشي كفتة برضه حلو. فكسب كفتة بأحسن حواوشي وسندوتش كفتة، ونكسب كفتة مطعم كفتة هيكسب معانا النهاردة مواجهة دوري أبطال أحسن سندوتش كفتة وحواوشي في مصر. فشابوه كفتة. وهارد لك لواحد مشوي محتاج يعدل الحواوشي بتاعه، محتاج يتظبط. كفتة برضه محتاجة تتظبط سنة. فهنفصل شوية ندوق بقى منتجات مختلفة. شيبسي كفتة اللي عامله ب 15 جنيه. شيبسي عملاقة بتاعت زمان، بسم الله. طعم شيبسي بطعم الملح، طعمه حلو يعني، بس سعره 15 جنيه كتير يعني بصراحة على الكمية دي. نفصله بقى بتوت ليمون، بسم الله. توت ليمون ده المشروب ده اختراع بصراحة، بيهدي بعد الأكل أوي. لسه معانا بقى واحد مشوي هنجرب منه لبقية الحلقة، هنجرب حاجات تانية. معانا طبعا بيقدم السجق، طبعا كفتة بيقدم كفتة وحواوشي بس. واحد مشوي بيقدم كل المشويات بجميع أنواعها، سندوتشات وعمل وجبات. فطور حوار الكفتة بقى متميز شوية عن كفتة بالحاجات التانية، بس كفتة هو اللي ابتدأ الحوار نفسه. هندوق بقى السجق. ده السجق معانا في قطع يعني، في قطعتين في السندوتش بقى والبصل والحاجات دي. نقوله بسم الله. حلو السجق أو الصدق، شوفوا انتوا بتقولوها ازاي. جرب بقى معانا شيش طاووق، سندوتش شيش محترم. دي حتة شيش من بتاعة زمان دي، بتاعة الأجداد. ندوق الشيش طاووق، معانا طبعا سلطات بقى تومية والحاجات دي. ندوق ونقول بسم الله. سندوتش شيش محترم. اروح لواحد مشوي تاني عشان الشيش مخصوص بصراحة، الشيش حلو جدا مميز جدا، هو يكسب النهارده الكفتة كمان عنده. فواحد مشوي بالنسبة لي الشيش عنده حلو، السجق حلو، كفتة محتاجة تتظبط بس التتبيلة بتاعتها شوية، طعمها قليل شوية. الحوشي محتاج يتظبط خالص، العيش مش مستوي مش متحمص، التتبيلة بتاعت اللحمة برضه نفس الكلام. فده كان واحد مشوي بس سعر بوكس كويس عنده، تجيب 4 سندوتشات ب 220، سواء 2 كفتة و2 حواوشي، او تجيب بقى اللي هو بوكس مشكل زي اللي جبناه النهارده، حاجة كويسة جدا. فنشوف اللي بعده. معانا بقى جبنة العروض بتاعته. الوجبة دي اسمها فوفة، عامل وجبات كده جديدة. فجبنا وجبة فوفة. وجبة فوفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة هنشوفها دلوقتي اقول لكم عبارة عن ايه. بسم الله. الوجبة دي عبارة عن صباع طرب، ومعانا لحمة متقطعة كده، ايه لحمة ستيك صغير، هي يعني مش ستيك، هي لحمة مشوية زي كده البوفتيك وكده، شريحة كويسة. الوجبة دي معانا ب 150 جنيه. معاها طبعا سلطات، معاها واحدة ويسكي،
بس فنجرب بقى ايه الطرب. كان واحد كان نفسه يجرب الطرب. بسم الله. طرب طبعا في طبقة من الدهون اللي هي منديل من خروف وكده محطوطة على الكفتة، فطعم الكفتة هنا في الطرب أحسن من الكفتة في السندوتش بصراحة. كده في الصندوق بقى اللحمة الستيك دي قطعة حلوة. معانا طبعا الوجبة رز والقطعة دي. بسم الله. ندوقها في الطحينة بس كده ايه. شوفوا دوق الرز، رز بسمتي. لا وجبة جميلة 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 يعني. ندوق ونختم بالويسكي بتاعه. طبعا كفتة كان عنده ويسكي برضو بس نسينا نجيب ويسكي. هو برضو اللي ابتدى كفتة، ابتدى كل حاجة وبعد كده المطاعم مشيت وراه وقلدته. بسم الله. حلوة مشطشطة شوية، من محبين الشطة حلوة جدا بصراحة، جميلة. فدي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة طبعا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، واهم حاجة تعمل سبسكرايب عشان القناة تكبر في اسرع وقت. واكتب لنا في الكومنتات عايز تشوف ايه الحلقات الجاية. فبس نشوفكم في حلقة جديدة، ومتنسوش طبعا السبسكرايب والدعم. دي كانت حلقة النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة على سبراي فود. سلام.